ده لو فعلا زي ما صاحبه بيقول يبقى ثورة في عالم النقل والبيئة والطاقة. ده موتور العربية اللي اخترعه أحمد المصري. الموتور ده بيدور بالمية. الطلعة الأولى للموتور بالبنزين، لكن بعد كده الدخان اللي طالع بيتكثف في تانك للمية، وبتستخدم المية دي بعد كده في إن الموتور يفضل داير من غير ما البنزين يقل ولا ملي. وفي نفس الوقت العربية تطلع هواء بارد يلطف الجو ويقلل من الحرارة على كوكب الأرض. الفكرة دي هنقلل استهلاك كل سيارات العالم، هتوصل اكتر من 80%. هنوفر استهلاك الوقود. ليه؟ لان المية لما يكون فيها ثاني اكسيد الكربون بيحصل ان هي الطاقة المتجددة، فبتحول المية الى عنصر الاكسجين والهيدروجين اللي جوه المحرك ويعمل الطاقة المتجددة. أحمد المصري عنده اختراع تاني، وهو جهاز للتخلص من جميع أنواع النفايات. ببساطة بتتحط النفايات من ناحية في المية ويتم الإشعال، وبعد كده بيدوب كل الرماد والدخان في المية وتطلع من الناحية التانية مية صالحة للري. وعلى حسب كلام أحمد المصري المية دي ممكن تتشرب لأنها حسب كلامه برضه مش بس نظيفة لكنها كمان مفيدة. دي ايه؟ دي كانت المية اللي حضرتك شايفها دي المية اللي كانت بيضة، اللي كانت ايه بيضة، ده فيها ثاني اكسيد الكربون والمغذيات الطبيعية، يعني ده فيه النيتروجين اللي يقوي عضلات القلب ويقدر يقوي جسم المناعي. أحمد المصري قدم اختراعاته لأكتر من جهة مصرية، لكن محدش أخذ الموضوع بجدية. المسؤول كبير بتاع وزارة المية قلت له ادي الديسكات اهي وادي التحاليل اهي، وانا التحليل بتاعتي الكيميائي بتقول ان جميع السموم معدومة، اقدر اتعلق المية الصرف الصحي وتعالى نعمل تجارب مع بعض. قال لي شوف اسجل لك لجنة علمية واعمل لك على اعلى مستوى وابعت لك دكاترة ما لهمش حل، وفوت علينا ايه بكرة، وبكرة مش جاي. أنا عن نفسي مش متخصصة عشان أحكم على الاختراع ده، لكن أكيد الفكرة جديرة بالدراسة وبإن المتخصصين والمسؤولين يتأكدوا من صحتها. الاختراع ده لو ثبت نجاحه في بلد زي مصر فوائده هتتخطى بكتير مجرد إنقاذ البيئة، لأنه هيحل مشاكل كتير موجودة عندنا زي قش الرز ومشاكل البنزين والسولار ومية الزراعة وحاجات تانية كتير بنقعد بالسنين مش لاقيين لها حل، والحل بيبقى موجود عندنا. رشا السيد، القاهرة اليوم.